مرحبا بكم شباب في فيديو اليوم باش نشرحوا مشكلة يتعرض لها كثير من الناس اللي تتسوق اونلاين ولا تبدل في العملات. هو مشكلة التحيل او السكام. في درس اليوم باش نوريكم شنو المراحل اللي تعملها باش تسترجع فلوسك في الباي بال اذا اي انسان احتال او نصب عليك في مبلغ معين. انا كما نشوفوا لهنا حولت الحساب الثاني على باي بال يعني 40 سنت كتجربة باش نجربه مع بعضكم. لهنا نمشيو باش نشوفوا لهنا العمليات يعني recent activity يعني العمليات اجدد العمليات اللي انت قمت بها على باي بال. باش نلقاو العملية متاعي، هذه العملية اللي انا بعثت الى هذا الايميل 40 سنت. لهنا انا مثلا المنتج اللي وصلني به ضرر، او مش المنتج اللي طلبته، او السيد اللي انا رسلت له فلوس نصاب ولا احتال عليا ولا طلبت منه خدمة وما قامش كما نقولوا بالخدمة متاعه. نجي لهنا الى خانة ريبورت ان ايشيو يعني التبليغ عند مشكل. لهنا باش تظهر لنا الخانة هذيا، انت باش تختار I haven't received my item يعني انا ما استلمتش الشيء اللي طلبته من السيد اللي ارسمت له النقود. لهنا تكتب السيد اللي تعاملت معاه وشنو هو الايتم اللي طلبته، تكتب له كل شيء. اذا عندك صور ولا ايميلوات تشرح فيها للباي بال وثم تعمل سبميت. باي بال سيقوم بطريقة اوتوماتيكية بحجز المبلغ يعني لدى السيد اللي يحتال عليك او الشركة اللي احتالت عليك، ثم سيفتح قضية يعني باش يبعث ايميل الى الطرف الاخر باش يقول له راهو السيد هذا اشتكى بيك كذا كذا، انت عندك الادله نتاعك انه طلبت شيء ما وصلكش، ولا طلبت شيء وصلك مكسر، او السيد هذا يحتال عليك او نصب عليك. ترفق الصور نتاعك بالملف والباي بال سيقوم بارجاع النقود اليك. اذا عجبكم الفيديو متاع اليوم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. اي انسان عنده سؤال يكتب لي كومنت وانا نجاوبه باذن الله. السلام عليكم.